وش فعلا القراية في رمضان صعيبة ولا غير حنا اللي ما منظمينش وقتنا؟ اليوم غادي نعطيك طريقة بسيطة تخليك تقرا بذكاء في رمضان وبلا ما تحس بالعيا. بقى معايا حتى الاخر. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بزاف ديال التلاميذ كيقولوا بلي في رمضان التركيز كينقص، ولكن الحقيقه ماشي هكا. الا عرفتي كيفاش تنظم وقتك وتخدم بذكاء تقدر تقرا مزيان وتحقق نتائج زوينه. دابا غادي نشارك معكم نصائح عمليه تقدر تطبقها من اليوم. اول حاجه، نظم النعاس ديالك. في رمضان كيتبدل نظام النعاس، ولكن حاول تاخذ الساعات الكافيه ديال الراحه. الا ما نعستيش مزيان التركيز غادي ينقص مهما حاولتي تقرا. ثاني حاجه، شرب الماء مهم بزاف. من بعد الفطور حتى السحور حاول تشرب الماء بالتدريج. نقص الماء كيخليك تحس بالتعب وما تبقاش مركز في القرايه. ثالث حاجه، عرف الوقت اللي كتركز فيه. كاين اللي كيكون مركز في الليل وكاين اللي في الصباح. جربهم بجوج وشوف راسك فين كتفهم كتر، وخلي داك الوقت للماده اللي صعيبه. رابع حاجه، ما تقراش في بلاصه النعاس. حاول تبعد على القرايه في بلاصه النعاس حيث كتجيب النعاس وكتنقص التركيز. قرا فوق طابله ولا مكتب باش تبقى مركز. خامس حاجة، سحور خفيف وصحي. تجنب الماكلة المالحة بزاف حيث كتسبب العطش. حاول تاكل حاجة خفيفة فيها طاقة باش تبقى نشيط. سادس حاجة، قسم الدروس ديالك. ما تبداش تقرا بعشوائية. كتب شحال عندك من درس وقسمهم لأهداف صغيرة كل نهار، وغادي تحس براسك كتتقدم خطوة بخطوة. سابع حاجة، دير فترات راحة. كل 30 دقيقة دير استراحة قصيرة باش يرجع التركيز ديالك، ولكن حاول تبعد على الهاتف بزاف داك البريك. ثامن حاجة، قرا بذكاء ماشي غير بزاف. استعمل الملخصات، الفيديوهات التعليمية والخرائط الذهنية. الهدف هو الفهم، ماشي غير تقرا ساعات طويلة بلا نتيجة. وفي الأخير، القراية في رمضان ماشي صعيبة إلا عرفتي كيفاش تنظم وقتك وتخدم بذكاء. اكتب لي في التعليقات واش كتفضل تقرا في الليل ولا في الصباح، وما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.